سلام، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم رح أغير شوي بشكل الفيديو إن شاء الله تحبوه. المهم رح نعمل اليوم سلطة وطبخة كمان بالباستا وتحلية هيك مهضومة وحلوة بحبوها البنات والشباب وبيشتروها. رح نعملها وما رح تكلفنا شي. رح نبلش بالسلطة. أول شي عندي توست، حط عليه شوية زيت زيتون ورشة زعتر، هلا بعد شوي بتبين، وبقطعه مربعات يكون شكلهم حلو. هاي رشة زعتر، الزعتر الني اللي بنحطه للبيتزا، أو أوريجانو أو بهار أسود اللي بتحبه. بنقطع التوست بهاي الطريقة وبحطهم على صينية على الجهة اللي حطيت عليها زيت تحت الشواية. منضلنا ننتبه لهم لأنه دغري بيحترقوا. مرة احترقوا وطلعت هيدا اللي بيزمر تبع الحريق، فبده يضل واحد ينتبه. منغسل خس ومنغسل أكيد خيار ومنقطعهم. بالصحن اللي بدنا نقدم فيه منحط عليه أول شي طبقة الخس، منقطعهم سميك. أي نوع خس بيلبق كتير بيعطي شكل حلو. الخس هيدا اللي بيكونوا أطرافه موف والآيسبرغ كله طيب مع هاي السلطة. منقطعهم شوي خشن ومنفردهم بأرض الصحن، هيك الصحن يكون مهضوم وحلو. منقطع فوقهم الخيارات اللي قشرناهم، كمان انه هيك منوزعهم يكونوا بشكل حلو ومتساوي. كمان خيارة تانية، وهيك لحتى تخلص هيدي الخيارة. زبطتن شوي هيك يكون شكلهم حلو. وهيدول التوست اللي تحمصوا كمان موزعهم بشكل متساوي ويكون شكلهم حلو، لأن هيك مغيرين شوي بالسلطة، عطوها لون جديد. وهيدي كان عندي تفاحة خضرا، هيدي بتكون التفاحة اللي تكون شوي حامضة وقاسية، ما بقشرها وبقطعها قطع رفيعة رفيعة يعني قد ما بدكن. كتير بتعطي قرشة وطعمة طيبة كتير لهاي السلطة. بوزعها كمان بشكل حلو وبعمل عليها حامض على كل وحدة حتى ما يسودوا. هيك وزعتها وبرش عليها شوية حامض، كمان شوية ذرة كرمال نكسر الألوان، وقطع جبنة أي نوع عندكن. أنا هيدي كان عندي الموتزاريلا اللي بتيجي ستيكس قطعتها. الفتة طيبة، الحلوم المشوية كمان طيبة مع هاي السلطة. وزعتهم. هلأ صارت جاهزة. بدي أعمل الدريسنج. أول شي بحط حامض، نرجع بنحط عسل، بعد العسل بنحط خردل ومايونيز، زيت زيتون، بهار أسود وملح. نخلطهم مع بعضهم وهيك صارت السلطة تبعتنا جاهزة. فينا نحط الدريسنج فوقها أو كل واحد إذا بده يحط بصحنه بيشيل شوي وبحط من الدريسنج. كتير طيبة هالسلطة وشكلها كتير حلو عند التقديم، شكلها منظرها كتير حلو. هلأ خلصنا من السلطة، بدي أعمل باستا كتير كتير طيبة. جبت عندي صدر دجاج، يمكن صدرين هول، وبقطعهم بهيدي. أول شي بقطعهم رفيع وبرجع بقطعهم بالشكل بالطول. وغليت مي وحطيت فيها شوية ملح وسلقت باستا الباني، حتى على جنب بنطرها لحتى تستوي عقد ما مكتوب على الكرتونة. قليت الدجاج وأكيد كانت الكاميرا مطفية بقليهم لحتى يحمروا شوي ويتحمصوا. برجع بقطع فطر فريش أو معلب ما بتفرق، اثنيناتهم طيبين مع هاي الأكلة. بقطع الفطر كمية ما العيار اللي بدكن اياه،
بحطهم فوق الدجاج، بخلطهم شوي مع بعضهم، يعني قبل ما يستووا بزيد عليهم كريم فريش تقريبا نص كباية. هيدي هافي يعني تقيلة، سو بدها شوية مي فوقها حتى هيك تكسرها، وبس تغلي شوي بتتقلب ترجع. حطهم شوي مع بعضهم، بخليهم لحتى تغلي غلوة وحدة، برجع بحط فوقهم سبانخ. يعني السبانخ بغيرها طعمتها لهيدي الباستا كتير بتصير طيبة. بحط سبانخ شوي وبقلبهم دغري دغري بيدبلوا السبانخ. وهون المعكرونة صارت جاهزة. لما يدبل السبانخ بدي احط المعكرونة فوقهم، بعد ما حطيت ولا بهار فوقهم. هون دبلوا السبانخ، بحط فوقهم المعكرونة أكيد على دفعتين، بشوف قديش الكمية من المعكرونة، صفيها شوي بحطها فوق فوق الخليط، بقلب النتفة. هلأ بتشوفوا لأنه ما خلصت الطبخة هيك رح ندخلها على الفرن بعد. بقلبهم، بحط عليهم بهار أسود وملح، اتركهم يعني يغلوا شوي مع بعضهم، شوية زعتر كمان، وبحطهم بصينية بدي ادخلها على الفرن. ما تفكروا انه المي يعني كتيرة، لا هلا بتنشف شوي بس ندخلها على الفرن. حط على وجهها جبنة اي نوع بتحبوه، الموتزاريلا كتير طيبة معه، بزبطها وبنضف لها اطرافها، وبرجع بزيد على وجهها شوية بهار اسود، بحط عليها جبنة بنضفها اكيد لانه هيدا الصحن له طرف، بحط عليها موتزاريلا، بدخلها على الفرن. أول شي بحب أنا حمر الوجه بعدين دور عليها من تحت، وهيك منقطعها شكلها حلو كتير على الطاولة، وطعمتها كتير طيبة. السبانخ مع الكريمة والدجاج طعمته كتير طيبة، جربوها رح تحبوها كتير. هيك شكلها من جوا، وهول الطيبين اللي بقيوا الكريمة. وهيك خلصت. هلا بدي اعمل تحلية هيك سريعة ومهضومة. حطيت يعني بدي دوب شوكولا، حطيت بريق وحطيت فوقه كاسة مي، كاسة فاضية عفوا، بحط بقلبها شوكولا، بنطرن لحتى يسوحوا. عندي هيدا القالب السيليكون اللي هيك شكله مثل البيضاوي، بحط بقلبه الشوكولا، وبنتبه يعني بأي شي انتو بتحسوا حالكم مرتاحين اعملوه. اهم شي انه يكون الكعب فيه شوكولا منيح، والاطراف متساوية وعقد بعضها، والسميكة شوي صغيرة. بحط قد ما بدي اعمل، وبحطها بالبراد شي نص ساعة لتجمد هيدي الطبقة. هيك بعبيها كلها، هون بحطها بالبراد، برجع بعد نص ساعة كمان بعمل طبقة تانية، ما بسمكها كتير بس بنتبه محل ما انه خاصة الراس كمان بحطها نص ساعة بقلب البراد، برجع بشيلها. لما شيلها بدي قطعتين، بحط بقلبهم ملعقة كاكاو، 3 ملاعق سكر، بس طلعوا كتير سكر فمعلقتين بكفوا. بجيب بحمي مقلاية على النار، بس بدوب شوية رافة لهالقطعة التانية وبسكر عليها. هلأ هاي ما كتير بينت، هلأ بتبين القطعة التانية كيف بتنعمل. كمان نفس الشي رجعت المقلاية على الغاز لحتى تضلها سخنة، ملعقة كاكاو، ملعقتين سكر، وإذا عندكم مارشميلو كمان بيطلع طيب كتير بقلبها. بدوب شوي راسها للقطعة التانية، بحط عليها لحتى تلزق وتسكر، بعمل هيك الزيدين بأطراف، بتأكد انه سكرت. بقي عندي شوكولا من اللي دوبناهم، بحطهم هيك
بالورقة الزبدة وبعمل خطوط عليهم، زينتها بشوية سكر فوق الخطوط، مهضومة شكلها. هيدول الشوكليت بومب اللي بنشتريهم اللي بيطلع حقهم كتير، نعملهم بأبسط طريقة وما بياخدوا وقت أبدا. هيدا شكلهم، فيكن تخزنون برا بعلبة مسكرة، ولا ما بدكن جي عبالكن فنجان كاكاو بتحطوهم بهيدي الطريقة، بتحطوهم بقلب اللي بدكن تشربوا فيهم، وبتغلوا حليب وبتحط الحليب فوقن. هني عسخونة الحليب بتفتح وبس بتحركون. يعني لو كان فيها مارشميلو، المارشميلو دغري بيطلعوا على الوجه، بس أنا وقتها ما كان عندي. هيك لما تدوب بيطلعوا من قلب الكاكاو والسكر، وبس بتحركون وبتشربوا أطيب فنجان كاكاو مع شوكولا مع سكر جاهز، ما بده شي. الولاد رح يحبوها كتير لهالبومب. وهيك بيكون خلص النهار، وهول الأصناف اللي عملتن. وحبيت فرجيكم إنه جارتي المزوقة بعتتلي هيدول الوردات مع الفاز. كتير حلو شكلهم، ظالمتن الصورة لأنه كبار. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وحبيتوا الأصناف وطريقة الفيديوهات الجديد. شوفكم بفيديو جديد ووصفات جديدة. ما تنسوا تشتركوا بالقناة. باي.